السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير وتكونوا دايما كويسين، ودايما دايما يا رب كده في احسن حال. تعالوا بقى النهارده جايه لكم بيوم جديد وروتين جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده وصفة حلوة، لا مش وصفة، وصفتين كمان. وكمان هنعمل شوية كده حاجات في البيت. يعني روتين مليان كده تفاصيل، ان شاء الله يعجبكم. بس اهم حاجة طبعا ما تنسوش اختكم في لايك حلو كده وتعليق حلو منك. ويلا بينا نبدأ اليوم بتاعنا على طول. بصوا، عايزة اقول لكم النهاردة اليوم بدأ معايا من يعني بدري شوية. تمام. اول حاجة عملتها اصلا اول ما فتحت عيني النهاردة كان الفيديو ده متصور لكم يوم السبت اللي هو امبارح. كان عندنا اول حصة في الدرس بتاع ادم، في مدرسة جديدة بدأنا معاها جديد وكده. فكنت بوديله الدرس النهاردة. فقلت بقى انزل كده واديه الدرس وعقبال بقى ما يخلص الدرس بتاعه اكون انا بقى جبت شويه طلبات كنت محتاجاها. المهم انا كنت مقرره بقى نازله ان انا هجيب حاجه اصلا، وجبت حاجه تانية خالص. لقيت كده وانا ماشيه الراجل اللي عندي بتاع السمك عنده كده سمك وصابح وشكله حلو. فقلت طب خلاص، انا بقالي كتير قوي ما عملتش سمك بصراحه، فقلت خليني النهارده اعمل سمك كده سنجاري، لاني بقالي كتير ما عملتش سمك، تقريبا اكتر من شهر ونص. تمام. فوحشني قوي ان انا يعني ان انا اكل سمك. وكل شويه باجله كل شويه باجله علشان بس انا مش فاضيه، لان انا ما بحبش خالص اليوم السمك ده يبقى ورايا اي حاجه تانية. على قد ما هو بسيط جدا وسهل وما بياخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، بس بمسك المطبخ في اليوم ده لاني حرفيا من الناس اللي بتحب السمك جدا في اكله، بس بتكره جدا عمايله بجد، مش بتكره يعني، مش بحب عمايل التنظيف بتاعه والكلام ده كله. يعني انا كده كده اصلا بنضفه بره، مش بنضفه في البيت. بس طبعا لازم يتغسل كويس مره واتنين والكلام ده كله. ونغسل الرخامات كويس ونعمل الارض. انا بحس ان انا في اليوم ده موسوسه. كل ما برغم ان انا بعمل عمايل في اليوم ده بتاع السمك، والشفاط طول الوقت شغال وشغل بخور ورش معطر، بس مجرد ريحة الزفارة بتاعت السمك بتضايقني جدا. عشان كده ممكن تكون الحاجة الوحيدة اللي بتخليني ما اعملش سمك كتير. على قد ما انا بحب جدا من عشاق السمك واكل السمك نفسه، عشان كده تقريبا معظم اكلنا للسمك بنجيبه جاهز. تمام. المهم بقى هنا نضفت السمك والتنظيف بتاعي. بصوا بقى هنا كنت بوريكم ياسين علشان بس ارشيه ويفضل وسايدني كده شويه اخلص اللي ورايا. بيمسك الثوم والبصل كلهم يعفرطهم. تقريبا انا وريتكم المقطع ده قبل كده، او كان بيعمل نفس الحركه. بجد حرفيا كل ما بيشوفني واقفه على الحوض، يعني انا مثلا لو بعمل اي حاجه وهو في الشقه يعني جنبي في الاوضه، ممكن يسيبني شويه. تمام. ما يشبطش فيا. الا المطبخ الحاجه الوحيده اللي لو وقفت شويه على الحوض بس اغسل كوبايه، حرفيا مش بيسيبني، بيفضل ماسك في رجلي ويتشعبط في رجلي وعايزني اقعد جنبه. فبجد فبحاول بقى ان انا ايه الهيه في اي حاجه. فاكتر حاجه بتلهيه هي ان هو يقعد يطلع الثوم والبصل من التربو. بيبهدل لي الدنيا، بس يعني لحد ما انجز بس الغدا وكده، وبعد كده بقى بلملم وراه تاني. تمام. المهم بقى بص، تنظيفة السمك دي اللي انا متبعاها على طول، او المحلول اللي انا بقنع فيه السمك عبارة عن خل وليمون ودقيق وملح. لو عندك جنزبيل مفيش مشكلة. انا ما كانش عندي جنزبيل بصراحة. الجنزبيل برضو من الحاجات الحلوة قوي في النقع بتاعه، في محلول ان انا بنقعه فيه. نقعته شوية وسبته بقى كان يتنقع كده حوالي نص ساعة لحد ما جه ميعاد الدرس بتاع ادم ان هو يخلص. يعني رحت جبته ورجعت تاني. جيت بقى هنا عشان نعمل انا كنت عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده كنت بعمل الغدا بدري. يعني قلت احاول كده انجزه، ما دام ياسين ربنا هديه كده والثوم والبصل اللي هي عني. فقلت خليني انجز الغدا واتبل السمك واحطه في التلاجة، لان كل ما بيقعد في التتبيله كل ما كان بيبقى طعمه احلى، وكمان بيبقى اطرى شويه لما بتيجي تشوه. فقلت خليني انجز واعمل كل حاجه على الغدا، بحيث ان اول ما يجي ابراهيم اسوي على طول. احنا بنحب السمك طبعا يكون سخن، ومتهيألي كلنا بنحب كده السمك. من الحاجات اللي لازم يعني تتستوي وتتاكل على طول. وبجيب اليوم بيومه السمك. كمان ما بحبش اجيب منه كمية تقضيني يومين او اشيل منه في الفريزر. عمري ما عملتها غير مرة واحدة اول الجواز. عايزة اقول لكم عملتها بس اول الجواز. جبت سمك بزيادة وكان بولتي ساعتها، وشلته في
في الفريزر. عايزه اقول لكم ان احنا ما اكلناهوش، كان طعمه غريب جدا ولون اللحم بتاعه متغير. ف لا، ما حبيتش الفكره خالص. السمك بالنسبه لي هو بتاع يومه. فالمهم بقى، بصوا الخلطة دي انا بعملها ازاي. انا هنا كنت قطعت بصل وطماطم وفلفل اخضر وكزبره وبقدونس. لو كمان في كزبره خضراء هتديله ريحه حلوه قوي، بس بصراحه الخضري ما كانش عنده، فاستكفيت بالبقدونس الاخضر. وكمان ليمون وتوم، ده اساسي. قطعت كمية بصل بزيادة علشان عاملة حساب الرز يعني الصيادية، علشان بفضل ما اقطعش بصل كل شوية. وهنا برضو جبت الثوم وحطيت عليه قرن فلفل اخضر، وحطيت شوية بقدونس من الفريش، وشوية كمون وكزبرة ناشفة وملح. عايزة اقول لكم ان العامل الرئيسي او التوابل الرئيسية للسمك هي الكمون والكزبرة الناشفة. يعني لو ما عندكيش غير كمون وكزبرة ناشفة هتعملي احلى سمك بجد. ممكن كمان تزودي كركم، مفيش مشكلة، بيديله لون حلو قوي. بس بصراحة الفترة دي أنا أصلا مهملة جدا في المطبخ، ومهملة في حاجة الخزين، ومهملة في طلبات البيت، لأن تركيزي رايح في حتة تانية خالص. هنحكي مع بعض دلوقتي وهقولكوا ليه والكلام ده كله. خلينا بس في وصفة السمك الأول عشان ما تتوهوش مني. هنا بقى مسكت بقى الخضار اللي انا قلت لكم عليه ده كله، وقطعته كده مكعبات زي ما انتم شايفين. وبعد كده جبت الثوم دقيته عادي، فرمته يعني مع الفلفل الاخضر والكزبره والكمون والبقدونس الفريش والملح، دقيتهم كويس قوي. وهاخد من التتبيله دي احطها كده في ارضيه السمكيه نفسها، اتبلها بيها كويس قوي. وبعد كده هاخد من الخلطه اللي انا عاملاها عشان احشي بيها السمكية. انا بجيبه بخلي السماك يعني يعملهولي سنجاري. ما بحبش المشوي المقفول قوي اللي هو برده ده، بيبهدل الدنيا، حتى كمان واحنا قاعدين بناكل بنتبهدل. فافضل طريقة لينا في الاكل بصراحة هي السنجاري، دايما بعمله سنجاري، بيكون احلى وطعمه احلى وكمان. وغير كده ما بيبقاش فيه بهدلة كتير والكلام ده. طبعا انا بشتغل بايديا ومش لابسه جلافزات ولا اي حاجه، ومحدش يقول لي لا طب احنا كلنا بنشتغل في بيوتنا يا جماعه بايدينا، ما بنلبسش جلافزات الا بقى القليل يعني. فبصور لكم الفيديو على الطبيعه من غير بقى اي تجميل والكلام ده. المهم ما قلتلكوش ان انا كمان جبت سمك مرجان. عايزه اقول لكم ان انا بقالي سنين ما اكلتش سمك مرجان، وهفة علينا كده بقالها كام يوم. لما شفته كمان كان هو اللي شجعني ان انا اجيب سمك النهارده، بس ما كنتش متأكدة هو ده مرجان ولا بربوني بصراحة. فقلت الراجل بس يديني نص كيلو واجربه. فبصراحة طلع حلو جدا، يعني انا يعني لو عارف ان هو هيطلع حلو كده كنت زودت منه كمان شوية. طعمه كده شبيه للجمبري قوي، وكان طعمه كده مقرمش، وانا كمان كنت قلياه وكان حلو. فاديت له بقى التتبيله اللي هي بتاعه الثوم والفلفل والكزبره والكلام ده. تبلتهم بقى وحطيتهم في التلاجة عشان اول ما ابراهيم يجي كده او قبل ما يجي بشوية ادخل بقى الاكل الفرن. وكمان اسوي الرز، انا بس الرز هشوحه علشان يبقى بس ايه على التسوية على طول، عشان ما اخدش وقت يعني في التسوية والكلام ده. بصوا هنا بقى مقطعة البصل مكعبات. دي اكتر وصفة للبصل للرز بتاع السمك دي بفضلها. في طريقة تانية انك ممكن تعمليه بالكركم والكلام ده، بس دي اكتر بطريقة بصراحة بنحبها يعني للرز بتاع السمك بالذات. بمسك البصلاية احاول اغمقها على قد ما اقدر، بس خدي بالك ان هي ما تتلسعش منك عشان هتمرر. البصل لما بيتلسع ويغمق زيادة طعمه مش بيبقى حلو وبيمرر كده ومبيبقاش لطيف خالص، وكمان لونه بيبقى مش حلو. فهنا بقى غمقت البصلايه كده ايه تغميقه حلوه. وبعد كده نزلت بالرز بتاعي وشويه كمون وشويه كزبره، وكمان كام واحده من الورق اللوري. طفيت عليه وسبت بقى الغدا لحد ما ابراهيم يرن عليا كده قبل ما يجي بشويه، بحيث ان انا اجهز الاكل كده على طول على التسويه. عايزه اقول لكم بقى، بصوا اسعد لحظات حياتي كاني بتخرج كده. كأن الواحد واقف كده على الاستديو بيتخرج بجد. الحوض نظيف والمواعين خلصت والبوتاجاز بيلمع والرخامات بتلمع والأرضية زي الفل. ما عدا بقى ايه الأرضية بس عايزة تتغسل. عايزة اقول لكم على حاجة، انا الفترة الأخيرة بجد اكتر حاجة متبعاها في التنظيف هي الاريال بس، مفيش اي نوع منظفات تاني. بجد يا بنات حلو جدا جدا وبيحسسكوا كده بريحة النظافة. استراحة محارب بقى كده، وتعالوا ناخد بريك بسيط علشان نكمل بقية اليوم بتاعنا. عايزة اقول لكم القرص دي انا اللي عاملاها، بجد انا اللي عاملاها والله.
طب ليه ما صورتهاش؟ عايزه اقول لكم ان انا كنت بجرب كده تكايه جديده، انا بعمل القرص دي دايما. فكنت بجرب تكايه كده جديده، فقلت لو ظبطت معايا وطلعت حلوه ان شاء الله هصورها لكم المره الجايه. لاني دايما بعملها بتبقى حلوه قوي لما بتبقى في البيت. مثلا عايزه تاكلي كده حاجه بين الوجبات، عايزه تاكلي حاجه عقبال ما جوزك يجي من الشغل وتتغدوا مع بعض، حد من الاولاد مثلا جعان مثلا وانتي لسه بتحضري الغدا، ممكن تديله قرصه وتحطي له عليها شويه جبنه او شويه شاي بلبن. متغدية غدوة مثلا تقيلة وجاي ساعة العشاء برضو عايزين تاخدوا حاجة خفيفة. المهم بصراحة ان هي بتنفع جامد قوي، بتبقى حلوة في البيت وكمان موفرة جدا ومش مكلفة خالص وسهلة ان شاء الله. بس تخلص الكمية اللي انا عملتها ولما اعملها المرة الجاية ان شاء الله هصورها لكم. مش مكلفة خالص، ما كلفتنيش تقريبا، هم 60 جنيه تقريبا. وكمان ممكن تكون المكونات عندك، فيعني هتبقى حلوة جدا معاك. دخلت بقى هنا على غرفة النوم عشان اغير الملاية بتاعتها. بصوا انا الفترة دي بحاول على قد ما اقدر ان انا ما سيبش الدنيا تفلت مني، لاني اصلا انا عندي التزامات تانية كتير ومش فاضية خالص اني اعمل روتينات عميقة في الشقة والكلام ده كله. فبحاول ان انا ايدي في الشقة اول باول، وده طبعا للسبب اللي انتوا عارفينه. ولو اول مرة حد يشوفني، لاني عشان بنقل يا بنات، هنقل من الشقة اللي انا فيها. فالفترة دي عارفين المرحلة الانتقالية لما بيحصل مثلا في اي بلد تغيير وزير، قصدي او تغيير الرئيس مثلا، فبيبقى في مرحلة اسمها مرحلة انتقالية ما بين وزارة ووزارة. ده اللي بيحصل عندي دلوقتي. انا عندي في الشقة هنا مرحلة انتقالية، عشان كده هتلاقوني مش مركزة خالص في تخزين حاجة ولا مشتريات مطبخ ولا ايه خالص. انا كل تركيزي دلوقتي، وخصوصا ان انا داخله على مدرسه، داخلين على مدرسه المدارس خلاص كلها كام يوم. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يا رب ما يضيعش تعب حد ابدا على اولاده، وتشوفوا كلكم اولادكم في احسن حال وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا، وما يضيعش تعب حد ولا شقى حد على اولاده ابدا يا رب، وتشوفوهم احسن الناس. فانا الفتره دي بصراحه بحاول ان انا الملم الدنيا اول باول، لاني لما بتوسع مني او مثلا لما مثلا آم مش عارفة اقولها لكم ازاي، يعني لو الدنيا فلتت مني شوية بحيث الموضوع بياخد يوم واتنين عشان لمها. فانا الفترة دي بحاول ان انا اول باول كده انجز الدنيا اول باول، علشان ما كومش حاجة فوق دماغي، لان عندي حاجات كتيرة قوي عايزة تتعمل. وطبعا انتوا عارفين، او اللي جرب ان هو ينقل من شقة لشقة الموضوع عمل ازاي، خصوصا لو معاكي طفل صغير. انا معايا ما شاء الله اللهم بارك ادم، انتوا عارفين ادم في سنة تانية وفي مدرسة، وياسين متطلبات تانية مختلفة. ده دنيا وده دنيا. فبصراحة مش سايبين لي وقت حتى لنفسي، مش وقت ان انا انقل. ف فبجد الفترة دي بحاول ان انا الملم، خصوصا اليومين دول، لان ان شاء الله اليومين اللي جايين بقى انا الدنيا كده عندي في الشقة الحمد لله هادية ومتروقة ونظيفة. ده بقى مساعدني ان انا ان شاء الله باذن الله اليومين اللي جايين او الفيديوهات الجايه هتلاقوني بقى ان انا بلملم النيش خلاص، وبعمل بقى الحاجات اللي هي الايه الاساسيه في نقل العزال. تمام، وان شاء الله كل خطوه بخطوه نتابعها مع بعض. طيب انا بعمل ايه هنا عشان برضو متهوش مني؟ عملت لهم بقى كده في ايه اخر السهره، مع ان احنا اصلا واكلين سمك واتغدينا سمك، بس ده ما يمنعش ان احنا نعمل ايه حاجه كده حلوه اخر اليوم. خصوصا ان احنا اتغدينا بدري، فجينا على اخر اليوم كده حسينا شويه ايه جوع صغيرين. فقلت تعالوا نعمل كده بانكيك، بقالي كتير قوي ما عملتش بانكيك بصراحه، وكانت الحاجه بتاعته عندي، وكمان ابراهيم كان جايب معاه موز. فقلت يلا بينا، بدل بقى ما اعمل موز بلبن ويبقى تقيل مع السمك والكلام ده كله او عصير، فقلت ادخل الموز كده مع البانكيك بيبقى حلو قوي. بصوا المكونات بتاعته كده سريعا. انا حطيت بيضتين، ودي بصوا دي انا ما عايرتش بصراحه، انا بشوفه على حسب القوام. عارفين القوام اللي هو بيبقى عامل زي الكريب شويه، اللي هو مش تقيل ومش خفيف، وكيس بيكنج باودر وفانيليا و حوالي ربع كوباية من الزبدة، أقل كمان من ربع كوباية. على فكرة البانكيك يا بنات الفكرة بتاعته في المكونات مش المقادير. يعني مثلا لو عايزة تعمليه ببيضاية واحدة ينفع مفيش مشكلة، عايزة تعمليه ببيضتين تمام، عايزة تعمليه بلبن بودرة وما عندكيش لبن سائل برضو شغال.
فالبان كيك ده من الحاجات بصراحة اللي المكونات بتاعتها ممكن تلعبي فيها، بس طبعا في اساسيات زي البيض، اللبن، الدقيق، والبيكنج باودر. ممكن بقى تزودي الكمية وتقللي على حسب، مفيش اي مشكلة. واهم حاجة برضو ان القوام بتاعه يطلع متماسك شوية، آه ما يبقاش خفيف خالص وسايل زيادة عن اللزوم. تمام. المهم بقى بصوا، هنا كنت عايزة اعمل لهم الميني الميني بانكيك، اللي هو اللي بيبقى الصغنونة دي قوي، وبناكلها بالشوكة كده وبنقلبها في طبق مع الشوكليت بتاعها، بتبقى حلوة جدا. بعمله دايما على فكرة، بس بقالي فترة كده ايه ما عملتوش، بسبب الظروف اللي كنت بمر بيها وكده، فما كنتش مركزة خالص في المطبخ. فانا بعمله عادي، اللي هو بيبقى حجمه الكبير ده، وبنحطه فوق بعض كده وبناكله بالشوكة. النهارده بقى كده شفت اللي هي الطريقة بتاعته، اللي هي بنعمل الاحجام الصغنونة دي. عايزه اقول لكم ان كمان الكاميرا مكبره حجمه، هو اصغر من كده بكتير. وممكن بقى تعمليه وتحطيه في اللانش بوكس مثلا، يبقى حلو جدا. ولو مش عايزه كمان تحطي شوكليت معاه، ممكن تحطي عسل نحل، ممكن تحطي مربى. يعني عندك كذا فكره حلوه قوي للبانكيك. وكمان ممكن تحطي له جبنه كريمي. على فكره لو ممكن في العجينه بتاعته ما تكتريش السكر، او ما تزوديش السكر، ويبقى سكره معتدل كده، وتحطي عليه برضو جبنه كريمي سايحه. يعني بصراحه يمشي معاكي في اي حاجه. وطبعا الاولاد بتحبه، بتحب شكله كمان وبتاع، فهيبسطهم قوي. جربيه ان شاء الله، هيبقى حلو قوي معاكي. هنا بقى فضلت اعمل الكميه كلها، وكانت ما شاء الله البيضتين وشويه المقادير الصغيرين اللي انتوا شفتوهم عملوا معايا كميه كبيره. وما شاء الله اللهم بارك، كلنا وكان في زياده كمان. قعدنا بقى ننقنق فيهم طول بقيه اليوم. فكان بصراحه فكره حلوه قوي، اللي هو الميني بانكيك ده حلو، الحجم بتاعه ده جديد وعجبتني الفكره. تمام. حطيت له بقى هكمل بقيه الكميه بقى كده زي ما انتوا شايفينها. واهم حاجه الطاسه كمان تكون ما بتلزقش يا بنات، يعني ما ينفعش في طاسه ألمونيا نهائي، لازم تكون الطاسه تيفال او سيراميك او جرانيت، المهم ان هي تكون حاجه ما بتلزقش. وكمان نكون مسحينها بين كده مسحه بسيطه بمنديل بالزيت. هنا بقى بصوا كنت بعمله في بولات كده، واقطع الموز حاجه كده ايه تقطيع كروكي كده، وبقلبهم في بعض. كانوا بصراحه كان ما شاء الله اللهم بارك طعمهم حلو جدا. ما كترتش الموز قوي عشان احنا واكلين سمك، علشان يقال يعني ان غلط ناكل موز كتير مع سمك او لبن والكلام ده. فانا مش عارفه صح ولا غلط، بس برضو قلت ايه مش عايزين نكتر قوي عشان معدتنا آه، معدتنا يعني ما تتعبش وكده. هنا بقى كان صوص شوكولاته، بجيب اللي هي الشوكولاته اللي هي بديل النوتيلا، اللي هي ميكس تيلا، حلوه جدا يا بنات والله. جربوها هتعجبكم. جبتها كده وسيحت كده منها شويه على حمام مائي، وكمان حطيت لها شويه من اللبن بسيط جدا، لحد ما عملوا معايا صوص شوكليت زي ما انتوا شايفين كده. ممكن كمان تعملي صوص الشوكليت عادي بشويه كاكاو وشويه لبن وشويه زيت، والمقادير تبقى قد بعض، وتضربيهم في الخلاط، برضو هيديكي صوص شوكولاته حلو قوي. هنا كنت بعمل بولات زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، وكانت بصراحة اللهم بارك طعمها خرافة. خرافة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا وتعجب الاولاد. كمان ممكن تستبدلوا الموز تحطوا له فراولة، هيمشي معاكم قوي كده، والفراولة بيبقى مززة شوية، هيدي معاكم طعم حلو جدا جدا. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده لحد كده عجبكم. ويا رب كمان ما تنسوش اختكم كده في دعوة حلوة. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.